هم عندهم في السعودية. بس هذا غلط، هذا غلط مرة مرة غلط. وين الإنسانية؟ وين الشؤون الإنسانية؟ هذا غلط، انتم تسووا غلط كبير. ليش يعني الذي هم أصلا خرجوا من بلادهم عشان إيش؟ يلاقوا الحرية، عشان يعيشوا، مش عشان يموتوا وينتحبسوا ويمرضوا هذا مرض من فوق هذا المرض. هذا كذا غلطة كبيرة. طيب الذي هم أجوا، أنتم السعوديين بتسموا نفسكم مسلمين. طيب المسلم كده يسوي بالمسلم؟ حتى لو هم كانوا دولة ثانية كنتوا توقفوا جنبهم وتعاونوهم وتكونوا جنبهم وتكونوا دعم لهم، مش إنكم تحبسوهم بدون غلط، بدون أي سبب. تحبسوا الأب والطفل مع بعض، هذا هو الإنسانية؟ مش هذه إنسانية، هذا غير القانون أصلا. الذي هو غلطان احكموا عليه غلطه، احكموا غلط حقه. انتم بتدخلوا الناس الذي هم بيشتغلوا، المساكين الفقراء الضعيفين اللي ما عندهم شيء اصلا، بتشلوهم من الشوارع من مكان الشغل حقهم طبعا، وتحبسوهم بالغلط بدون اي ذنب. هذا اصلا ما يجوز، وانتم عارفين اصلا الدين كيف. لو واحد غلطان احكموا غلط عليه، مش تحبسوهم سنة بلا سبب، سنة سنتين 3 سنة. النسوان، الأطفال، الرجال، تحبسوا المريض مع البخير، مع الذي هو شافي، والمرض هذا ينتقل للثاني. انتم تدروا انه هذا غلط. انتم بتكتروا الامراض اصلا، واول شيء بتمرضوا الاشخاص الذي هم هناك بخيرين. هذا غلط. لو انتم عن جد مني لكم اعتبروني كني انا انصحكم يعني. طيب انتم مسلمين وعارفين ايش الدين كمان، وعارفين احسن مننا الدين. الذي هو غلطان، الذي انتم ماسكينهم في الحبس حقكم طبعا، اتمنى منكم بكل احترام بكل تقدير انكم ترجعوا لابلادهم بدون اي تربشة، بدون اي غلط، بدون اي مصياحة. طبعا اذا تخافوا الله، تخافوا الله طبعا، اذا انتم مسلمين وتخافوا الله، الذي انتم حبستوه عندكم في السجن سنة سنتين اكثر من سنة، اسألكم باحترام، إذا تخافوا الله طبعا، إذا تخافوا الرحمن، إنكم تفلتوهم ترجعوهم لبلادهم باحترام. إذا تخافوا الله طبعا وتحترموا، وفي عندكم شوية إحساس إنسانية طبعا، لو بقى أصلا ما فيش طبعا إنسانية بينكم، لو في إنسانية أسألكم باحترام، الذي المسكين المساكين الذي هم يشتغلوا أجوا عندكم، هم أصلا أجوا عشان يدوروا لقمة العيش، مش عشان أجوا يصوروا بلادكم أو يصوروا سيلفي مع حقكم الجبال أو حقكم السياحة. لا، هم أجوا أصلا عشان يدوروا لقمة العيش يعيشوا، وأنتم عارفين هذا أصلا، عارفين إيش بيحصل في الحبشة. أصلا أنتم السعوديين أو أنتم العرب طبعا لما نجوا بلادنا الحبشة، نحن نقدركم، الحبشة تقدركم، تروحكم فوق راسها من احترامكم، تحترمكم. أي ضيف يجي عندها تحترمكم. بس أنتم يعني لو واحد أجا عندكم فقير أو معه فيزا أو معه أي شيء دخل بالقانون أو غير القانون، لو واحد عمل غلط بتسقموا كلهم مع بعض، تلفلفوهم مثل الفئران وترجموهم. بس هذا غلط. الحين أسألكم باحترام، لو سمحتوا إن المساكين الذي هم بيشتغلوا خلوهم يشتغلوا، ولا أنتم مسكتوهم دخلتوهم بين السجن سنة سنتين أكثر من 3 سنة، أسألكم باحترام إنكم تفلتوهم ترسلوهم في بلادهم باحترام. لو في داخلكم شوية إنسانية قد كذا، طبعا ما فيش إنسانية، لو في إنسانية قد كذا أسألكم باحترام. وأنا أصلا مرة بنت طبعا تسألكم، أنتم الرجال تسأل منكم، لو سمحتوا طبعا باحترام.